في علاقات كتير الغيرة بتظهر من أول يوم. واحد يقولك أنا بغير عليك يعني بحبك، والتاني يفتكر إن الغيرة دي علامة اهتمام. بس يا ترى الغيرة دي دايما صحية ولا ممكن تتحول لمرض يبوظ أي علاقة؟ وبالمناسبة، قبل ما نكمل، أنا عامل قناة يوتيوب جديدة هيكون عليها فيديوهات أطول ومواضيع مهمة عن العلاقات وعلم النفس. لو حابب تستفيد أكتر، اعمل سبسكرايب من اللينك اللي موجود في البايو. خليني أقولك، الغيرة الطبيعية هي اللي بتحسسك إن الشخص التاني غالي عندك، زي لما حبيبك يبص لحد أو يدي اهتمام زيادة لحد تاني، تحس بشكة صغيرة جواك. مشاعر عادية بتحصل عند أي إنسان، وده طبيعي لأنه بيبان قد إيه الشخص ده مهم ليك. لكن في نوع تاني، الغيرة المرضية، اللي بيخلي العلاقة كلها توتر، أسئلة، تحقيقات. يعني مثلا تفتح تليفونك تلاقي 20 مكالمة في وقت قصير، تسألك كنت فين، ليه ما ردتش، مين اللي معاك، أو يطلب يشوف كل محادثاتك وصورك كنوع من الاطمئنان. الموضوع هنا مش حب، دي سيطرة وشكوك بتخلي الطرف التاني يتخنق. الغريب إن أحيانا اللي عنده غيرة مرضية مش بيشوف نفسه غلطان، يقولك أنا كده عشان بحبك قوي، لكن الحقيقة الحب عمره ما يكون مبني على مراقبة أو انعدام ثقة. طيب، إيه اللي بيخلي الغيرة تتحول من طبيعية لمرضية؟ في أسباب كتير: نقص الثقة بالنفس، تجارب قديمة فيها خيانة، أو حتى خوف مبالغ فيه من الفقد. وطبعا التأثير مش بسيط. الشخص اللي بيتعرض لغيرة مرضية بيحس إنه في سجن، مهما يعمل عمره ما هيرضي الطرف التاني، وفي الآخر العلاقة بتنهار. خلينا أقولك مثال واقعي. ولد بيحكي إن خطيبته كانت بتتخانق معاه كل مرة يخرج مع أصحابه أو يقعد وقت زيادة على الشغل. كانت دايما تقوله أنت مشغول عني، أكيد في حد تاني. في الأول افتكر ده غيرة عادية، لكن بعد شوية حس إنه محاصر، لا عارف يعيش حياته الطبيعية ولا حتى يرتاح. هنا بقى ده مش حب، دي غيرة مرضية بتسحب طاقته وحريته. الخلاصة: الغيرة الطبيعية ممكن تكون لمسة حب ظريفة لو في حدودها، لكن لو اتخطت الحد بتتحول لجرس إنذار إن العلاقة محتاجة وقفة وإعادة تقييم. اكتبولي في الكومنتات، انتوا شايفين الغيرة دليل حب ولا دليل عدم ثقة؟ وما تنساش تعمل لايك وفولو وشير ومنشن لحد ممكن يلاقي نفسه في الكلام ده. وافتكروا، الحب الحقيقي مش خوف وفقدان، الحب الحقيقي أمان وراحة.